اهلا وسهلا، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا القصه ديال نهار اليوم. غادي نقول لكم الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فما تنساوش انكم تضغطوا على الزر الاحمر اسفل الشاشه، فعلوا جرس الكل باش ان شاء الله تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. كذلك الى عجبتكم القصه ديال نهار اليوم والمحتوى اللي كنشارك معكم فما تنساوش انكم تخليوا لي لايك ديالكم، كذلك التعاليق ديالكم بخصوص القصه. وقبل ما نمشيو للقصه غادي نقول لكم شكرا لكم بزاف الناس اللي انضموا مؤخرا للقناه، الناس اللي كتخلي لي لايك وكذلك اللي كتخلي لي التعاليق الزوينه ديالكم. نبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله انني نكون عند حسن الظن ديالكم كاملين. ما نطولش عليكم ونمشيو للقصه. وفاء كتقول اليوم بغيت حتى انا نكون معكم ونشارككم قصتي بدات ملي كنت صغيره. كنت انا البنت الوحيده عند والديا. با مات وخلاني مازال صغيره، انا ما كنعقلش عليه، غير مي اللي كتعاود لي عليه. كنا ساكنين في دار جدي وكان معنا عمي، كنا حنا لتحت وعمي كان فوق منا. كتقول لي امي ان با الله يرحمه كان خدام مع الناس اللي كانوا كيحفروا البيار، ومسكين تما كانت وقعت لي واحد الحادثه في الخدمه ومات الله يرحمه. مورا ما مات با بقينا ساكنين في ديك الدار. صافي امي قالت بلي ما عندهاش فين ترجع لدار والديها. باها وامها كانوا حتى هما ماتوا الله يرحمهم، يعني كاينين غير خوتها. ما قدرش انها ترجع تعيش مع خوتها، قالت عندي حقي في دار راجلي، علاش ما نبقاش تما ونربي بنتي. الصراحه حتى عمي ما كانش كيبخل علينا بشي حاجه، يعني كنا عايشين معاه ومع ولادو، واخا دارنا كانت لتحت وهو الفوق. المهم كنا كناكلوا مع بعضياتنا. منين حليت عينيا كيف ما قلت لكم حليتها على امي وعلى عمي وعلى ولاد عمي ومرات عمي، كانوا هذوك هما عائلتي، هما خوتي، هما الناس اللي كنعرف. المهم بقيت كنكبر شويه بشويه. مني بديت كنعرف وانا في الدراسه عرفت باللي انا كنت كنحماق على شي حاجه سميتها القرايه، وبغيت نكمل قرايتي، وكنت دائما كنقول خاصني نقرا لان القرايه هي اللي غادي تبدل لي الوضعيه اللي كنت عايشه صراحه. واخا كنا عايشين مع عمي وعمي كان داير مجهود معانا، ولكن حتى هو كان على قد الحال، يعني حتى هو مسكين كانت خدمته راكم عارفين الناس ديال العروبيه كيخدموا فاش ما كانش عندنا شي بلاد اللي كانت كبيره اللي كنا كنحرثوها مثلا وكنا كنستافدوا من داكشي الغله ديالها. لا، عمي مسكين حتى هو كان كيخدم غير على عند الناس، وكانوا عنده حتى هما ولادو كانوا كبار مني كاملين، يعني كانوا عنده 3 ديال الولاد وكانوا عنده 2 البنات، وهما كانوا كاملين كبار مني، كنت انا هي الصغيره في الدار. المهم بقات مستمره الحياه على قد الحال. ما كنتش كنلبس مزيان، كنلبس غير مع بنات عمي الله يكثر خيرهم، اللي صغرت عليه شي حاجه كيعطيها ليا. والمهم انا غاده كنقرا وغاده ومتشبته بقرايتي، يعني واخا كنت مازال صغيره وفي الابتدائي كنت عارفه ان القرايه هي اللي اولا. كنت كنقول انا الا بغيت نغير من الوضعيه وبغيت نضمن مستقبلي خاصني نكمل قرايتي، واخا الظروف ديال القرايه كانت عندنا صعيبه بزاف، لانني كنت كنسكن في واحد البلاصه اللي كانت بعيده، كان خاصني نضرب واحد الطريق واحد المسافه باش نوصل للمدرسه. ولكن هذا الشيء كامل ما كانش كيبان ليا، كنت كنقول معليش الا تمحنت دابا راه من بعد ان شاء الله غادي نوصل لداكشي اللي كنت انا كنطمح ليه. بقيت غادا كنكبر وانا كنتشبت بالقرايه، وكنت كنقرا مزيان كيف ما قلت لكم، وعمرني ما سقطت. يعني غادا كل عام كنت كنجح، وكل عام كنت كنتفوق على العام اللي كان قبل منه. حتى لواحد العام ملي وصلت في السادس، يعني في السادس ابتدائي، صافي تما كان خاصني نبدل المدرسه اللي كنت كنقرا فيها، وخاصني نبدل حتى المنطقه لانه الاعدادي وحتى الثانوي كانوا بعاد علينا. المهم من بعد من الابتدائي قريت الاعدادي حتى هو، وكانت غاديه الامور مزيانه بخير وعلى خير. مورا الاعدادي طلعت للثانوي، غاديين كنقراو كيف ما قلت لكم، وانا كل طموح كل امل انني غادي نقرا، غادي نغير الوضعيه ديالي، بالاخص ماشي على قبلي، على قبل امي اللي كنت كنشوفها اللي كانت مكرسه حياتها غير على قبلي. حياتها كانت مختصره غير عليا انا، غير على وفاء. كانت الا مسكينه عندها شي حاجه كانت كتمشي، الا مشات عند خوتها ودوروا معاها ما كتشري راسها حتى شي حاجه، عمرها ما تفكرت راسها بشي حاجه. اي حاجه كانت عندها غير ليا، اللي عطاوها ليها كتجمعها وكتعطيها ليا، كتقول لي شوفي انت اللي باقا صغيره خدي انت اللي تكساي كتقراي، خبيها الا كنتي تبغي تشري الكتوبه الا خصاتك شي حاجه. يعني كيف ما قلت لكم الام ديالي كنت غير انا، يعني هي اهم حاجه عندها في حياتها. حتى انا كنت كنفكر انني خاصني نقرا باش نرد لمي واخا غير شويه ولا نعوضها غير شويه، لان كنت كنقول ان مي الصراحه ما عشت حياتها مزيان. واخا نبغي نوصل لكم
اولا نوصف لكم المعاناه اللي كانت عايشه امي، ما نوصلش لكم منها حتى 1%. يعني المعاناه ديالها كنت كنقول انا اللي غنخرجها منها ان شاء الله، لانني كنت انا الوحيده اللي عندها. المهم كيف ما قلت لكم، من بعد الاعدادي طلعت للثانوي، ومني تحولت عاوتاني للثانوي تحولت لواحد المنطقه اللي كانت بعيده علينا اكثر، يعني من البلاصه اللي كنت كنقرا فيها الاولى. صافي مني تحولت لديك الثانويه ما كانش عندي فين نسكن، يعني مشيت سكنت في دار الطالب. واخا ان عمي كان معنا مزيان، كان مهلي فيا يعني على قد الحال، ما كناش مخصوصين معاه، ولكن كنت عارفه باللي عمي ما كانش باغي نكمل قرايتي الصراحه. يعني كان كيحس ان الحمل ديال قرايتي يعني بزاف عليه صراحه. كان كيقول انا كنوكلهم كنشرب كنكسي وحتى القرايه، غير هو ما كانش قادر يجي يقولها لي مباشره، وما كانش قادر يخرجني من المدرسه لسبب واحد، هو ان الناس تما عندنا في الدوار ولا العائله ولا كل شيء كان عارف ان وفاء كتقرا، ووفاء متفوقه في الدراسه ديالها، وكل شيء كان عنده امل انني انا غادي نقرا وغادي نكون شي حاجه في المستقبل. آه يعني عمي ما كانش يقدر يخرجني لانه عارف الناس كل شيء عارفني انا غادي نقرا. الا مشيت حتى جلس وكان هو سببي، يعني الناس غادي يردوا ليه اللومه. يعني هذا السبب الوحيد اللي عمي كان صابر عليا وكان مخليني كنقرا. المهم كيف ما قلت لكم، صافي بديت كنقرا في واحد دار الطالب. يعني راكم عارفين دار الطالبه عفوا، كتكون واحد البلاصه اللي كتكون مختصه، يعني كيجلسوا فيها البنات، ولا دار الطالب الاولاد، المهم الناس اللي التلاميذ اللي كيكونوا كيقراو وكتكون دارهم بعيده. المهم راه الاغلبيه راه كلشي كيكون عارف شنو هي دار الطالب. المهم كنت عايشه في ديك دار الطالب. ملي كتكون الطالبه عفوا، ملي كتكون شي مناسبه ولا كتكون الاعياد ولا كتكون عطله كنت كنمشي لدارنا. المهم بقينا غاديين على داك الحال السنه الاولى، السنه الثانيه، يعني السنه الثانيه قبل من الباك، وكنت فرحانه وكنتسنى غير امتى يجي الباك، لانني كنت عارفه راسي غادي ننجح فيه وغادي ننجح بالتفوق كيف ما انا متفوقه في سنواتي يعني كامله مني بديت قرايتي حتى ليومنا هذا. حتى لواحد النهار، وهنا فين غتبدا قصتي، واحد النهار اللي غادي يطيح عليا واحد البطل اللي ما عندي فيه لا نقا لا جمال، ما درتو لا بيديا لا برجليا، تحط عليا ما عرفتش شنو وقع وكيفاش وعلاش لحد الان. يعني دازت على هذا المشكل هذا مده طويله، وباقا ليومنا هذا كنقول علاش وقع لي انا بحال هكاك، اشنو درت، شنو السبب اللي خلى دوك الناس يتعاملوا معايا بحال هكا، ولا شنو السبب اللي خلى دوك الناس يفكروا يديروا لي هاد المشكل ويطيحوني في هاد الفخ اللي كيف ما قلت لكم انا ما عندي فيه لا نقا ولا جمال. المهم واحد النهار وكيف ما العاده وحنا في دار الطالب فقنا فطرنا، يعني غادي كنتسناو كل واحد فينا كل وحده فينا كتسنى الوقت ديالها باش تمشي للمدرسه. واحد البنت كانت كتقرا معايا، المهم وكانت ساكنه معايا في نفس فين كاينه انا. المهم انا ما كانش عندي علاقه ماشي غير معاها هي، انا لا ما كانش عندي علاقه مع البنات، ما كنتش كنصاحب مع البنات لانني كنت مركزه غير على قرايتي، ما كانت هماني حتى شي حاجه. المهم يعني كانوا عندي علاقات مع البنات على مجرد علاقات سطحيه، يعني كنهضروا الى خصاتنا شي حاجه، الى شي وحده بغات تسول شي حاجه على القرايه على هذه. يعني انا في اغلب الاوقات كنت كنلقى راسي يعني ديما جالسه بوحدي، همي نحفظ همي نقرا. حتى الا كان ما عندي ما ندير كنت كنمشي غير كنعس كنرتاح، يعني ما كنتش كنجمع معاهم بزاف، كنت انا بوحدي دائما كنكون بوحدي. المهم داك النهار اللي غادي يكتب عليا فيه المكتب، جات عندي هذيك السيده اللي قلت لكم هي كانت كتقرا معايا وكانت معايا في نفس السكنه، ولكن انا ما كنتش مصاحبه معاها. يعني كيف قلت لكم داك الشيء كان غير مجرد سطحي، علاقات سطحيه وصافي. جات عندي البنت قالت لي هانتي عافاك، راه عيطت لي المديره وراه انا ما تقدت عفوا في حتى شي وحده، بغيت هاد التليفون هذا تخليه لي عندك. انا في الاول رفضت، قلت لها لا علاش غنخليه عندي، سيري حطيه في شي بلاصه، خبيه في شي بلاصه ولا عطيه لشي وحده من البنات، انا راه ما عندي فين غادي نحطو لك. بقات يعني كتلح عليا كتقول لي هانتي لا غير عافاك غير خليه لي عندك. انا دابا راه عيطت عليا المديره ما بغيتوش يصوني ليا في جيبي. صافي انا ملي شفتها كتلح عليا خديتو عندها، قلت انا ما فيها باس صافي، يعني ما كاين حتى شي مشكل غنشدو ليها بين ما خرجات وغادي نعطيها تليفونها، يعني عادي ما كاين حتى شي حاجه، بحال حتى شي حاجه ما وقعات. شويه حتى كنسمع الصداع، مشيت انا من عطاتني هي التليفون، مشيت جلست في واحد القنيته اللي موالفه انا دائما كنرتاح فيها، كنسمع الصداع والغوت وداك الشيء. انا صافي واخا سمعت داك الشيء درت بحال كيف ما ديما، يعني انا دائما كنحاول نخرج راسي من المشاكل، شي حاجه اللي فيها المشاكل ولا صداع كنقول انا دائما نبقى بعيده على، واخا نشوف مثلا الخصام او شي نقاش ما بين شي حد ولا هادي، صافي انا كنخلي داك الشيء همي الوحيد نكمل قرايتي، نتبع يعني الكتوبه ديالي، شي حاجه اخرى ما كانتش كتهمني.
المهم شويه كنسمع داك الصداع غادي وكيتزاد، الصداع غادي وكيتزاد شويه، حتى كنشوف ان الناس اللي كانوا ولا البنات اللي كانوا مضاربين وكان صداع بالغوص اللي ما عرفتش انا علاش، ومعاهم المديره ومعاهم المسؤولين اللي كانوا تما، كلشي جاي وجاي قاصدني وكلشي كيشوف فيا انا، ما فهمت والو. المهم جات عندي المديره وكيف ما قلت لكم دوك المسؤولات اللي كانوا معاها وقالوا لي نوضي اجي غتجمعوا كاملين البنات اللي كاينين تما، يعني ماشي غير انا بوحدي، غتجمعوا كاملين وغادي نقلبوكم لان صاحبتكم فلان فلانيه راه تشفر ليها تليفون. ما نكذبش عليكم تصدمت واحد الصدمه، بقيت غير كنشوف او كيفاش تشفر ليها تليفون، ياك هي اللي عطاتو ليا بيديها، ما بقيتش قدرت نهضر، ما قلت والو، ما بغيت نقول للمديره هذيك الساعه حتى شي حاجه، بقيت واقفه كنشوف. المهم قلبوا البنات ما لقاو عندهم حتى شي حاجه، جاو عندي انايا خشات يديها في جيبي صافي خشاتو لقات التليفون كاين تما، جبداتو ويتقول لي ومحشوماش عليك صاحبتك زعما وهادي وانتم مجموعين في دار وحده بحال الخواتات هزيتي لها التليفون ديالها. انا هنا من كثره الصدمه ما قدرتش نجاوب، بقيت غير كنشوف كنقول او زعما السيده علاش دارت معايا بحال هكا، وانا التليفون انا فعلا ما شفرتوش ليها وربي شاهد عليا، هي اللي عطاتو ليا بيدها وقالت لي خبيه ليا عندك. صافي هنا بقيت كنشوف كيف ما قلت لكم من بها الصدمه ما بقيت قدرت لا نهضر ولا ندافع على راسي ولا نقول حتى شي كلمه، صافي بقيت غير كنشوف. ديك الساعه صافي قالوا غنعيطوا ليها لدارهم، عيطوا ليا لدارهم بطبيعه الحال، يعني كان ولي الامر ديالي هو عمي، عيطوا ليا لعمي، عمي جا كيجري اجي ما اجي اشنو كاين، ها انت هاد السيده اللي كتقرا هنا وهادي وهادي راه شوف شنو دارت. ايوا صافي كانت هذه هي السبه اللي كيقلب ليا عليها عمي، تقول هذيك السيده كانت متفقه معاه، واخا انا راه عارفه ان مليار في المية ما متفقاش معاه، وعمي ما كيعرف ديك البنت بمره. السبب لحد الان كيف ما قلت لكم انا ما عرفتش علاش هذيك الانسانه تصرفت معايا هذا التصرف ودارت لي هذا البلان هذا. المهم هما ماشي طردوني ولا جراو عليا، هما عيطوا لعمي وعطاوني تحذير انني الا مشيت عاودتها مره واحده اخرى ديك الساعه راه غادي يجريو عليا وهادي وهادي، يعني غنطيح في شي مشاكل مكبر. ايوا صافي كيف ما قلت لكم يعني عمي ما صدق انه وقع لي شي حاجه باش نيتي جلسني في المدرسه. ايوا المهم انتشرت الاخبار، الناس ساقوا الاخبار اللي في الدوار راكم عارفين، يعني كلشي ساق الخبار. انا مني جا عمي وقال لي غتجلسي من المدرسه، بكثره الصدمه ما قدرتش نهضر، واخا نهضر اشنو غادي نقول، لان انا عارفه عمي كيفاش داير، عارفه الا مشات حتى قال شي حاجه صافي داكشي هو اللي غادي يكون. ايوا صافي جمعت حوايجي مشيت للدار، هنا كانت النهايه ديال حياتي، هنا عرفت راسي انا حياتي سالات هنا، كيفاش انا اللي كنت كنطمح انني ندير مستقبلي، انني نوصل لداكشي اللي كنت باغا، هذاك الشيء كامل مجرد احلام اللي ما عمرني ما بقيت غنفكر انني غادي نوصل ليها. المهم كيف ما قلت لكم هزيت حوايجي ومشيت للدار، ما كان عندي ديك الساعه ما ندير لا انا لا امي، حتى امي مني عاودت ليها وساقت الخبار عرفتني انا ما دايره والو، وحتى عمي عارفني انا ما نديرهاش، ولكن هو كان باغيني نجلس باش على الاقل ما يبقاش يعطي دوك الفلوس اللي كان كيخلص عليا وفلوس ترونسبور، حيت الصراحه هو اللي كان كيعطيني فلوس ترونسبور فلوس الكتوبه كلشي، يعني حتى امي خوالي ولا هادي كانوا كيعاونوها، داكشي كان غير على قليل غير على قد الحال، الحمل الكثير كان على عمي. المهم كيف ما قلت لكم بقيت مصدومه انا لواحد المده اللي كانت طويله بزاف، ولكن ما كان عندي ما ندير، كيف ما قلت لكم لا انا لا امي، حتى امي كانت كتشوفني كنتالم وهي كانت كتالم معايا، ولكن ما عندها ما غادي دير، صافي امي ما كانش عندها مسكينه الكلمه. صافي جلست من المدرسه صافي بقيت مقابله غير الدار، كنعاون امي كنهبط نعاون عمي، دار عمي وحياتي صافي تلخصات هنايا. صافي راكم عارفين حنا البنات في العروبيه ما عندنا لا فين نخرجوا ما عندنا لا، المهم يعني صافي كتجلسي من المدرسه اولا كتبقاي جالسه في الدار وصافي. وكيف ما قلت لكم بقات هذه هي حياتي حتى كبرت، درت 21 عام. في واحد النهار غيكتب المكتب وغادي نتزوج، واحد الزواج اللي كان غريب شويه، حتى نتوما غادي انا متاكده ان هاد الطريقه باش تزوجت انا غادي تجيكم غريبه شويه. واحد النهار ما علينا ما بينا، يعني جالسين في الدار جالسين كاين الناس مع الناس، حتى كنسمعوا الدقان في فم الباب، شي ناس اتوقفوا حقا ما حقا راه سمعنا عندكم واحد البنت راه شكروها لينا الناس وراه حنا جايين. هما هاد الناس اصلا اللي جايين باش يخطبوا هما ما كيعرفونيش، ما كيعرفوا لا عائلتي لا دار عمي، ما عمرهم لا شافوني وما عارفينش حتى السميه ديالي. وهما مني خرجوا من المدينه ديالهم كانوا ساكنين تقريبا بعد علينا بواحد تقريبا ساعتين ديال الطريق، ساعتين ديال المكانه، خرجوا وغاديين
كيقلبوا يعني لا تلاقاو مع شي ناس ولا شي حد يوريهم شي بنت للزواج. كيف ما قلت لكم غتجيكم هاد القضيه غريبه. حنا كنا في الدار، يعني انا كنت ناعسه، كانت العشيه هذيك، عمي كان جالس قدام الباب، يعني العيالات راهم هما في الدار مجمعين كل واحد اشنو كيدير. المهم ملي سمعنا الدقان هبط عمي وداك الشيء، لقينا جايبهم واحد السيد، حتى داك السيد ما كانش عارفهم علاش جايين، هما غير وقفوا بالطوموبيل، يعني بحال انا كنشرح لكم باش نتوما تفهموا كيفاش انا تزوجت. هاد الناس وقفوا بالطوموبيل، وانا راجلي اللي غنتزوج به من بعد هو اللي كان سايق الطوموبيل، معاه مو ومعاه اختو وراجل اختو. وقفوا كيسولوا الناس تما واش كيعرفوا شي بنت للزواج، راه هما ناويين المعقول وهادي وهادي وهادي. صافي واحد السيد قال لهم شوفوا راه كنعرف واحد البنت راه يتيمه، راه زوينه، بنت الله يعمرها دار وهادي وهادي، زعما الا بغيتو يلاه معينوا لكم دوك الناس، شوفوهم الا تفاهمتوا الله يكمل عليكم بخير. نيت داكشي اللي كان. صافي مني جاو الناس وداكشي، في ديك الوقيته انا بنات عمي كانوا كاملين تزوجوا، كنت بقيت غير انا بوحدي في الدار، حتى الدراري كانوا مزوجين، حيت كيف ما قلت لكم في الاول ديال القصه كانوا كاملين كبر مني. المهم عمي يعني كما كيقولوا ما صدق خبار، صافي حتى هو كان باغي يتفك مني، وليت كنبان لي انا عبء، يعني 21 عام في العروبيه، راه نقولوا صافي البنت بدات كتكبر. وبالاخص ان عمي مني شاف دوك الناس، شاف الطوموبيل، يعني من اللباس ديالهم من الهيئه ديالهم، هذوك الناس كانوا كيبانوا باللي راه لاباس عليهم، وحتى السيد كان كيبان باللي راه قاري عنده الفلوس من لباسو ومن كل شيء. صافي مني قال لهم عمي مرحبا بكم دخلوا نتفاهموا، الا تفاهمنا راه حتى انا ما نزيدكم غير الخير. صافي الناس ملي جاو بغاو يهبطوا، ما نقولش لكم هذاك الخير اللي دخلوا معاهم، وهنا عمي زاد الطمع. واخا انا كنت ضد هذه الفكره، يعني كنقول انا كيفاش هذا السيد ما كنعرفوش وهادي وجا باغي يتزوج بيا، زعما جاتني غريبه واحد شويه. المهم دخلوا الناس، درنا اتاي، جلسوا، انا ما مشيتش عندهم في الاول، يعني حتى هضروا مع عمي وقالوا لي اشنو كاين وهادي وهادي. ومن بعد قال لهم عمي انا راه ما عنديش البنات، ولكن راه عندي واحد بنت خويا، وهذه اللي تكلم لكم عليها السيد، انا غادي نعيط لكم عليها. المهم جات عندي امي قالتها ليا بالزربه، انا بدلت عليا، راكم عارفين يعني شويه هذه صافي درت بالحاله كيف ما كنقولوا. صافي وهبطت، واخا انا كنت مصدومه، يعني مصدومه كيفاش انا كنت ناعسه، اتا فقت قالوا لي اجي راك انت غادي تزوجي راه جاوبك الخطاب. المهم درتها في يد الله وقلت صافي. مني جاو حتى للدار عمي راه ما غاديش يقول لهم لا، وانا قدام عمي ما غنقدر نقول حتى شي حاجه. المهم صافي جا داك السيد، مني شافني وشافوني دارهم، صافي تعلقوا بيا، عجبتهم، صافي اتفقوا على النهار اللي غادي يرجعوا فيه باش يجيبوا لي الخطبه، وديك الساعه يتفاهموا على داكشي اللي بقى. نيت داكشي اللي كان، الناس كانوا زربانين، دازت واحد الفتره تقريبا ديال 15 يوم يعني ما كاملاش، رجعوا الناس جابوا لي الخطبه، جابوا معاهم عائلتهم، حتى حنا عرضناش على شي ناس من عائلتنا، يعني القراب خوالي عمامي اللي كانوا ساكنين حدانا، درنا واحد الخطبه اللي كانت كبيره. وما نكذبش عليكم يعني الناس نهار جاو خطبوني فاش بغاو يمشيو، هو السيد يعني الراجل اللي جاي يتزوج بيا ديك الساعه تقريبا كانت عنده شي 29 عام ولا 30، يعني ما كانش بينه وبينه بزاف ديال الفرق، انا في العشرينات وحتى هو يعني كان قرب يعني كمل ديك 29 30. عطى لعمي جبد من جيبو وعطى لعمي الفلوس، وقال لعمي ها انت شوف، هاكا راه النهار فلان فلاني حنا غادي نرجعوا عندكم، وهيك باش تقداو باش زعما كنتعاون شويه. صافي عمي كان هنا فرحان وطير بالفرحه، يعني جاتو غريبه كيفاش السيد يعني راكم عارفين يعني دار العروس هما اللي كيوجدوا الخطبه، هما اللي كيوجدوا الماكله للناس ملي كيكونوا جايين يخطبوا من عندهم. يعني صافي هذا السيد راه الله يعمرها دار، هذا السيد سخي، عنده الفلوس، يعني جاب كامونها، يعني عمي ما كانش غيفلت هذا الشيء كامل. صافي جات الخطبه، جابوا لي الخطبه، عفوا دوزنا الخطبه، داز داك الشيء زوين. ولكن انا في بالي صراحه ما كنتش مقتنعه، كنت كنقول زعما كيفاش هذا السيد هذا بهذه الوسامه، يعني الدري الشاب اللي كان واحد الدري اللي كان زوين، يعني زوين بزاف، يعني هيئه تبارك الله، واحد الفورمه، اللباس اللي كان لابس، حتى انه كان قاري ومثقف، يعني كان عنده الاجازه، كان موظف واحد الوظيفه، عفوا اللي كان زعما واحد الوظيفه اللي كانت كبيره وكبيره بزاف. ما بغيتش نشارك معكم، بغيت زعما نقول لكم انا شنو هي الوظيفه اللي كان خدام. المهم كان خدام خدمه اللي كانت زوينه، يعني بقرايته، كان السيد مثقف. كنقول في دماغي انا زعما او كيفاش هاد السيد هذا بهذا المستوى وبهذا العقليه ديال القرايه وبهذا الزين كامل ما كانش كيعرف شي وحده، او لا ما عزلش هو لراسو، زعما خلى البنات ديال المدينه كاملين والزين وتبارك الله كيفاش دايرين وهذا، وغيجي عندي انا اللي حتى انا الحمد لله كان ربي عطيني حقي من الزين. ولكن المهم
كيف ما قلت لكم. انسان في هذا المستوى يعني الثقافي حتى هو غيبغي شي بنت اللي غادي تكون قاريه يعني بحالو. انا ديك الساعه كنت ما كملتش قرايتي، يعني كان باقي لي عام على الباك. المهم كنبقى نفكر بحال هكا، ولكن كنقول عاوتاني راه المكتب كل واحد كيدير اللي مكتب عليه. المهم مورا ما دوزنا الخطبه وداك الشيء اللي جابوا لي، انا كنت فرحانه الصراحه. قلت الحمد لله ربي عوضني على داك الشيء اللي داز عليا، وربي عوضني على انني كنت باغا نقرا ونكمل قرايتي حتى انا ندير يعني شي حاجه اللي نحقق فيها احلامي. الحمد لله ربما ربي بغى يعوضني انني كنت ظلمت في ديك القضيه اللي كنت انا ما درتهاش، يعني ما درتهاش، كنت انا فيها مظلومه، والحمد لله ربي راه دابا بغى يجازيني. المهم واحد الفتره مورا ما درنا الخطبه، كانت واحد الفتره اللي كانت قصيره بزاف، موراها درنا العرس. ونفس المشكل اللي درنا في الخطبه هو اللي كان في العرس. السيد هو اللي عطانا باش درنا العرس في العروبيه، يعني في الدوار. راكم عارفين الناس ديال الدوار ولا الناس ديال العروبيه كيبغيو يديروا العرس حتى هما يبغيو يعرضوا على عائلتهم. الناس ديال الدوار كلشي يكون حاضر، وهو اللي عطى لعمي باش درنا عاوتاني العرس. درنا واحد العرس اللي كان زوين، وانا كيف ما قلت لكم يعني كنت فرحانه، تهلاو فيا بالحوايج بالفلوس، يعني ما كانت خاصني معاه حتى شي حاجه. وحتى هو ما كانش كيهضر معايا زعما بزاف، ولا كانت مو كتعامل معايا بزاف وكتقولي شوفي بنتي غير قولي طلبي اللي بغيتي، راه راجلك عنده الفلوس وراه سخي وراه ما يعذبك حتى شي حاجه. مو بعدا مسكينه كانت فرحانه وطايره، يعني فرحانه. داك هو ولدها الكبير وهو اول واحد كانت غتزوجو، يعني كانت فرحانه ليه بزاف. المهم مورا العرس درنا العرس صافي، داز كلشي بخير وعلى خير. من نسال العرس هزوني جمعت حوايجي مشيت. ومني مشيت يعني لقيت راسي انا غادي نسكن يعني في واحد الدار اللي كانت كبيره وغير بوحدي. يعني هو كانت عنده دارو ما فيها لا كريدي لا والو، يعني الدار كانت مخلصه كل شيء بخير وعلى خير. دخلت لديك الدار صراحه عمري كنت كنتخيل راسي انني غادي نتزوج بشي شخص بحال هذا. عمري ما كنت كنتخيل ان داري غتكون بحال هكا مفرشه. هاد الفراش يعني كانت فيها جميع سبل الراحه، يعني صراحه شي حاجه اللي كانت كبر من داكشي اللي كنت انا كنفكر فيه، او لا كبر من داكشي اللي كنت انا كنحلم به. وكيف ما قلت لكم كنقول الحمد لله، يعني عوض الله كبير. وانايا زعما كنت ظلمت في ديك القضيه اللي وقعت لي، وربي دابا راه بغى يجازيني. ايوا الحمد لله. مشيت عشت مع داك السيد في دارو. كان الله يعمرها دار، يعني كان كيتعامل معايا مزيان صراحه، يعني ما كانش مخليني مخصوصه من حتى شي حاجه. ولا كيخليني يعني كنخرج، كيخلي لي الفلوس، كيقول لي الا بغيتي انت تتقداي خصك شي حاجه. كان كيخرجني يعني اغلبيه الاوقات فاش كيكون جاز كيخرجني غير باش يوريني البلايص فين نقدر نمشي وفين نقدر نتقدى فين نقدر. وكان كيخلي لي الفلوس. كنت كنخرج انا وياه كيقول لي شوفي خدي اللي بغيتي تقداي اللي بغيتي. زعما الصراحه كنسخي لواحد الدرجه ما تتخيلوهاش. غير هو في نفس الوقت كان واحد الانسان اللي حدودي معايا بزاف. ما كانش يعني كيجمع معايا كيجي من الخدمه، مجرد انه كيسول على اشنو كاين ما يتكال كياكل صافي، كياكل كيمشي هو كيشد بلاصه كنشد انا بلاصه. ما كانش كيكثر معايا الهضره بزاف كاع بصفه نهائيه. في الاول انا هادشي كان كيقلقني، ولكن مع الوقت صافي بديت كنتاقلم وكنقول صافي ربما هو عقليته بحال هكاك. ماشي مشكل، مع الوقت يقدر يتبدل. المهم يعني بديت كنتاقلم. انا كنت فرحانه بداك الهيلمان اللي كنت عايشه فيه، اللي ما عمري كنت كنتخيل انني نكون في دار بحال هذيك. وحتى كيف ما قلت لكم يعني كان كيعطيني الفلوس، كان كيقول لي الا بغيتي تمشي لداركم سيري. يعني كنت كنمشي لدارنا مره كنكون جامعه شي حاجه كنديها لامي. من دوك البيجامات اللي كان كيشري لي كنت كنخرج كيقول لي خذي شنو خاص داك البيجامات، كناخذ ليا كناخذ لامي. كنهز من التقضيه ديال الدار كندير امي، ما كانش كيتحاسب معايا ولا كان كيديني، ما كيسولش على اشنو حتى انا هازه. يعني كان معايا سخي كيف ما قلت لكم من اقصى درجه. غير القضيه اللي كانت مبرطاني فيه ولا القضيه اللي كانت كديرونجيني هي هذه ديال هذاك السيد حدودي. كنقول ربما هذيك شخصيته هو هكاك داير صافي. انا اهم حاجه عندي انه كيتعامل معايا، ما عمرو عايرني، عمرني ما لقيت معاه شي مشكل. كنت مره كنمشي عند والديه، حتى هما كانوا مره فين كانوا كيجيو حتى هما كانوا ناس الله يعمرها دار، دوزت كتعامل معايا مزيان. يعني الحمد لله فيهم جميع المواصفات. انا الصراحه شي حاجه خايبه اللي غادي نقولها لكم في دوك الناس الصراحه ما لقيتهاش. الحاجه الوحيده اللي كان كيطلبها مني راجلي كان كيقول لي شوفي انا راه تزوجت على قبل الاولاد وانا كنحماق على الاولاد، انا ما كرهتكش تولدي لي حتى 10 الاولاد. يعني انا كنقول هذا راه غير كيضحك. المهم هو فعلا كان باغي الولاد. الحمد لله يعني دازت واحد الفتره اللي كانت قصيره ديال 3 شهور وربي رزقنا ولدت البنيته الاولى.
المهم مورا ما الولاده هو كان فرحان طاير بديك البنيه وكيقول لي شوفي غير تكبر شويه ان شاء الله غادي تولدي عليها. ايوا صافي نيت داكشي اللي كان، كبرت البنيه تقريبا ما جاتش فين دير عام ونص تقريبا حتى لقيت راسي حامله عاوتاني. ولدت الوليد الثاني، موراها دار الوليد عامين ونص ولدت عاوتاني البنت الثالثه. يعني ولدت معاه 3 ديال الولاد الحمد لله، 2 بنيات وجوج بنيتات، وولدت الولد. فواحد الفتره واحد الوقيته كنتفاجأ بيه كيقول لي شوفي دابا الدراري كينعسوا بوحدهم وهذا، من الاحسن انك صافي نعزلوا الفراش، يعني تولي انت ديري بيتك مع ولادك وانا نبقى هنا، يعني باش تبقاي مقابله الاولاد ما تبقايش كل مره تفيقي تمشي عندهم وهذه. انا جاتني القضيه عاديه، قلت صافي السيد صافي راه بصح يعني خمم في الوليدات كيبقاو بوحدهم وهذه، وهو مع حكم الخدمه يعني خاصو يبات ناعس باش الصباح يمشي للخدمه يكون بخير. وانا راه نبقى مع ولادي في بيتي، يعني كيف ما قلت لكم الدار كانت كبيره وكبيره بزاف واحد البيت، عاودنا فرشناه وهذه صافي درت نوامس لوليداتي والناموسيه ديالي وصافي. كيف ما قلت لكم انا هذا الامر هذا جاني عادي، صافي بقينا عايشين هكاك بخير وعلى خير، ما خاصنا حتى شي حاجه، مهلي فيا مهلي في الاولاد وكل شيء كيف ما قلت لكم كان هو هذاك بخير وعلى خير. ما انا ما مخصوصاش والولاد حتى هما كانوا بخير والحمد لله. غير هو داك المشكل رغم انني طولت معاه ولدت معاه الاولاد ودازت السنين اللي كانت طويله ماشي سهله، بقى داك المشكل ان داك السيد ما كانش كيف ما كيقولوا ما كانش كيعمر معايا بزاف. فواحد الوقيته وليت كنقول ربما ربما حيت انا ماشي من مستواه، ربما عقليتي ماشي بحال عقليته حيت هو قاري بزاف، ربما يقول لك هذه راه يعني ما غاديش نتفاهم انا وياها، يعني كنا كنهضروا غير في شي حوايج اللي كيتعلقوا يا اما بالدار يا اما بالدراري يا إما فقط. يعني هذا هي هادو هما الحوايج اللي كانوا كيجمعوا بيني وبينه، وهادو هما الحوايج اللي كانوا كيخليونا نتناقشوا انا وياه فقط. يعني زعما عمرو في الصراحه ما كان كيجي عندي شي نهار وكيقول لي مثلا جات معاك ديك اللبسه اولا مثلا كيقول لي ديك الحاجه جاتك زوينه ولا ابدا. يعني كنت ديما كنقول علاش هاد السيد رغم انني كيف ما قلت لكم كان عندي حقي مزيان، كنت مهليه في راسي بما انه كان هو مهلي فيا وكان كيشري لي غير الحوايج الغاليين الروايح الغاليين. الحمد لله راكم عارفين يعني مع التليفون وهذا كنت انا دائما كنتعلم، كنطمح انني نتعلم ونكون ديما يعني من حسن الاحسان، ودائما الحاله ديالي الهندام ديالي كلشي كنت كنقول انني نحاول انني نطور منه. لعل وعسى هاد السيد شي نهار يعني نولي نلفت الانتباه ديالو ونثير الانتباه ديالو. صراحه هادشي ما عمره ما كان زعما كيف ما قلت لكم، يعني من نهار تزوجت بيه حتى ولدت معاه 3 ديال الولاد، هاد السيد عمرو ما جا ولقاني لابسه شي حاجه وقال لي راه جاتك زوينه ولا هادي ولا هادي. كيف ما قلت لكم مع العلم انني كنت عطاني ربي حقي مزيان، يعني كنت زوينه، فورمتي كانت غزاله، كنلبس مزيان، هادشي كامل عمرني ما كنت كنشوف ان راجلي كان كيعجبو. وكيف ما قلت لكم ديما كنت كنقول لا راه وقيله حيت انا ماشي في مستواه الثقافي، ربما المستوى ديالو عفوا يعني قرايته بزاف د الحوايج. هو المهم انا في ديك الوقيته فاش ولدت وليداتي تاقلمت مع الجو صافي، ولا الهم ديالي انا هو انني صافي نكبر ديك الوليدات وصافي. هو بما انه مهلي فيا ومهلي في الولاد صافي انا ولفت هكاك. وفي واحد النهار وكيف ما العاده يعني كنا تقريبا كنت كندير انا من 15 يوم ل 15 يوم كنت كنمشي كتقول لي مو كتعيط ليا وكتقول لي هانتي هزي الوليدات صافي وجيبيهم. انا صافي ولفت هكاك، يعني واخا ما كتعيطش ليا عدوستي في التليفون من 15 يوم ل 15 يوم كنت كنهز الدراري وكنمشي كنبات عند عدوستي حتى نهار الحد في الليل كان كيجي هو مورانا وكنا كنرجعوا للدار. وكيف ما العاده واحد النهار المهم بدلت الوليدات بدلت ليا هزيت الدراري صافي خديت طاكسي ومشيت عند عدوستي. المهم مشيت عند عدوستي طلعنا للدار جلسنا معاهم، جات واحد الوقيته نقول لكم المهم انا موالفه كنبعث ديك الليله غادا عواله على انني نبات، ما كنتش عارفه ان عدوستي بنتها كان عندهم شي عرس في عائله راجلها وحتى عدوستي كانت معروضه، وهما ما كانوا غيمشيو حتى لديك تقريبا ديك 10 11 ديال الليل. المهم صافي انا بقيت جالسه، قالت لي عدوستي شوفي هانتي بقاي جالسه معنا حتى الوقيته اللي غنكونوا غاديين، راه الطوموبيل خاويه يعني غادا غير هي غادا غير عدوستي اولوستي وراجلها. قالت لي صافي ومن تما غادي نديوك نوصلوك للدار. راجلي ما في خبارو حتى شي حاجه، راجلي معقول عليا انا والدراري راه حنا غادي نمشيو نباتوا عند عدوستي. داكشي نيت اللي كان بقيت جالسه معاهم بين ما وجدوا راسهم، راكم عارفين يعني عرس خاص المراه توجات بزاف د الحوايج. المهم بقينا جالسين
وصلت تقريبا 9 دونس. صافي عدوستي داتني هي ولوستي باش وصلوني للدار. عادي هبطنا، وصلوني قدام باب داري، هبطنا طلعنا. انا ما دقيتش، عندي ساروتي في يديا في جيبي، ما دقيتش، جبت ساروتي من صاكي، حليت الباب، دخلت عادي كلشي هو هذاك. واحد شويه كنسمع الحس في بيت النعاس ديالي، كيبان لي راه حيت الدار كامله كانوا طافين فيها الضوء. انا قلت راه ربما ما كاينش، باقي ما جاش حتى الطوموبيل ديالو ما باش قدام الباب. صافي منين طلعت كيف ما قلت لكم، يعني الدار كامله كان فيها الظلام، ولكن بيت الناس بلي شاعل فيه الضوء. صافي قلت انا راه واخا ما كاينش الطوموبيل، ربما ما لقاش فين غادي يحطها وفين غادي بلاصيها، راه مش حطها في شي بلاصه اللي كانت بعيده. المهم طلعت، حطيت الوليدات، حطيت الساك ديالي اللي كنت هازه. واحد شويه كنسمع الهضره في البيت، وانا نقول لا صافي وقيلا راجلي راه فايق، غادي نمشي عنده، يمكن هذا راه غير كيهضر في التليفون، غادي نمشي عنده. صافي داكشي اللي كان، هو ما سمع والو. مشيت انايا، قصدت الباب نيشان، ما دقيت ما والو. حيت راكم عارفين يعني انا راه بيتي هذاك، واخا انا مابقيتش كنعس فيه وهادي، ولكن راه بيتي يعني داري بيتي، ما غادي ندق ما غادي. مشيت حليت الباب عادي، حليت الباب على راجلي، غنقول ليه راه انا رجعت لحقاش ماما راه ما كايناش، راهم مشاو لواحد العرس. في ديك الوقيته اللي حليت فيها الباب، ما تخيلوش معايا اشنو لقيت. حليت الباب، دخلت، لقيت راجلي اللي والده معاه انا 3 ديال الولاد. لقيتو لابس شوميز دو نوي من شوميزات دو نوي اللي كان كيشري ليا هو. انا باقا عاقله عليه، عفوا شوميز دو نوي في الاحمر، ومعاه واحد السيد اللي انا كنت عارفاه، يعني صاحبه، وكان خدام معاه، واحد الانسان كان الله يعمر هذا، كنت كنحترمو، كان كيجي عنده بزاف، ديما عنده داك السيد كيقول لي هذا راه هو صاحبي الوحيد اللي عندي، وهو اللي كنعرف يعني في المعارف، حيت كيف ما قلت لكم راجلي كان حدودي، ما عندوش بزاف مع الصحاب، ما عندوش بزاف مع الناس. ايوا كيف ما قلت لكم، هو وياه في بيت ناس فوق الناموسيه، وراجلي انا لابس شوميز دو نوي وفي الاحمر. وهنا كانت الصدمه ديالي كبيره. حاجه وحده اللي فكرت فيها ديك الساعه هما الدراري، ما نكذبش عليكم، حيت ولادي جايين مورايا باغيين يدخلوا يشوفوا باهم. جريت انا الباب، ديت ولادي لبيتهم وسديت عليهم، وبقيت باركه، وما عرفتش شنو غادي ندير، واش نغوت، واش نعيط للجيران، واش نعيط لدارهم، شنو غادي ندير. واحد الصدمه كانت كبيره ما تخيلوهاش. او كيفاش الراجل اللي والده معاه الاولاد، الراجل اللي جا تزوج بيا، الراجل اللي واحد المستوى ما نقولش لكم كيفاش داير واشنو كيلبس، غير صوته بركه. عرفتي واحد الصوت كان عنده بزاف بزاف، يعني ما قدرتش نوصل. بغيت نوصل لكم داك الراجل وكيفاش كانت الرجوله ديالو كتبان في الزنقه ومع الناس، مع الناس اللي خدامين فيه معاه. فاذا بك كنلقاه انا لابس شوميز دو نوار، جاتني ماشي غريبه، راه واحد الصدمه اللي كانت كبيره وكبيره بزاف. كيف ما قلت لكم ما عرفتش شنو غادي ندير، تما داخت بيا الدنيا. عينيا ما بقاو كيشوفوا حتى شي حاجه، حتى هو ما قدرش يخرج عندي. شويه داك اللي كان معاه لبس حوايجو وخرج كيجري. راجلي حتى هو لبس حوايجو ومشى غسل وجهو، لانه كان داير الكحل وكان داير المكياج، وجا عندي كيطلب فيا وكيبوس لي في رجلي وكيقول لي شوفي غير سمحي لي، واللي بغيتيها نديرها معاك، حاجه وحده غير ما تفضحينيش. ما بغيتش دارنا يسيقوا الخبار، ما بغيتش عائلتي يسيقوا الخبار، ما بغيتش خدمتي يسيقوا الخبار، وانت عارفه خدمتي كيفاش دايره، عارفه ان الناس كيحترموني، واللي بغيتيها غادي نديرها معاك. المهم ديك الساعه قلت لي شوف دابا انا ما تهضرش معايا، لان ما عرفتش شنو غادي نقول لك. انا صدمتي كبيره، راه خلاتني انا ما بقيتش قاده لا نهضر ولا نفكر ولا نقول حتى شي حاجه. دابا غير سير وخليني نفكر، ومن بعد غادي نهضروا في هذا الشيء. وداكشي نيت اللي كان، كيف ما قلت لكم الصدمه ديالي كانت كبيره بزاف. حدي مشيت نعست وليداتي، كل واحد حطيته في بلاصتو، وبقيت بايته الليل كامل وانا كنفكر. هو في بيته ساد عليه وانا كنفكر اشنو غادي ندير. اول حاجه من طبيعه الحال انا هاد السيده راه ما يمكنش ليا غادي نكمل معاه، انا مزوجه به على اساس راجل، حتى كنلقى راجلي مع راجل. ما كاينش شي وحده اللي غتقبلها، ولا ما كاينش شي عقل بشري غيتقبل هذا الشيء. المهم كيف ما قلت لكم بقيت كنفكر اشنو خاصني ندير. واش غادي نهز ولادي ونرجع للعروبيه عند عمي؟ بطبيعه الحال عمي ما غاديش يتقبلني، لا انا لا ولادي. كيفاش غادي ندير مع دوك الولاد اللي كانوا عايشين في ديك العيشه وفي داك المستوى، نهزهم ونرجعهم لواحد المستوى اللي كان قل من المستوى اللي كانوا عايشين فيه بزاف. يعني كان صعيب عليا الحال. الا طلقت كاع، انا طلقت غادي يعطيني النفقه،
ولكن ملي غيعطيني ديك النفقه حتى هي ما غاديش تكفيني. انا ما كان عندي لا ديبلوم وما كانت عندي لا صنعه في يدي لا حتى شي حاجه. يعني بقيت كنفكر في هذا الشيء صافي. انا وليت كنفكر في ولادي وفي مستقبلهم. اما حتى هو وكلت فيه الله وقلت ما عندي ما غادي ندير، اشنو غادي نتسطى انا كاع شنو غيوقع ليا. ولكن راه عندي ولادي خاصني نفكر فيهم. بقيت كيف ما قلت لكم الليل كامل وانا غير كنفكر، ما نعست ما حتى شي حاجه. وفي الاخر ملي صبح الصباح وفاق السيد مشيت عنده قلت ليه شوف دابا غادي نقول لك جوج ديال الكلمات. قال لي اشوف يا بنت الناس شرط عليا اللي بغيتي، اي حاجه طلبتيها غادي نديرها معاك، غير المهم ما نبغيكش تفضحيني، بغيتي تطلقي نطلقك، بغيتي هاد الدار نكتبها لك. قلت لي داك الشيء اللي بغيت. اول حاجه غادي تطلقني لانني ما يمكنش انني نبقى مزوجه بواحد كنت كيحساب لي بلي راه هو راجل ساعه هو استقمر اكثر مني. داك الشيء اللي كان. قال لي شوفي غادي نكتب معاك انني مورا الطلاق غادي ندير لك واحد الصالير اللي غنبقى نعطيه لك دائما حتى يكبروا الاولاد ويوصلوا ويقراو. المهم داك الصالير غيبقى دائما. قال لي غادي نحط لك واحد المبلغ مالي اللي كان كبير ديك الساعه صراحه في الكونت ديالك في البنكه، وهاد الدار حتى هي غادي نكتبها لك. المهم قال لي غير تستريني. حيت انا صراحه ما نكذبش عليكم في الاول كنت كنفكر انني غادي نعيط لدارهم ونقولها لهم، غنعيط لدارنا يجيو حتى هما نقولها لهم ولكن فكرت في هذا الشيء كامل. قلت انا اول حاجه ما بغيتش نخسر ليه صورته مع ولادو. ثاني حاجه انا عندي ما غادي نربح مورا هذا الشيء كامل ويسقوا الناس الكبار. غادي نطلق غادي نرجع لدار عمي كيف ما قلت لكم. وانا ما بغيتش نرجع ولادي ونحيدهم ديك الدار اللي كانوا عايشين فيها. صافي لقيت انا هذا هو الحل المناسب. قلت لي صافي الا درتي معايا هذا الشيء ولد الناس انا وياك هذا السر هذا غيتدفن هنايا وحتى شي واحد ما غادي يعرفه. طلقني وسير ولد الناس الله يسهل عليك. المهم سير انت قول لداركم راه ما بقيتش باغيها ما بقيتش نفهم انا وياها. المهم دبر انت لراسك قول لهم داكشي اللي بغيتي. المهم انا طلقني ولكن انا ما غنطلق منك حتى تكتب لي هادشي اللي قلتي لي. ونيت فعلا داكشي اللي كان. السيد راه كان عارف راسو الا مشات تفضح ولا تشوه صافي راه ما يقدر يموت فيها كيف ما قلت لكم، لانه كان خدمته مزيانه وحتى مع والديه ومع دارهم راه كانوا الناس كيشوفوا هذاك هو نعم الرجل. المهم في واحد الفتره اللي كانت قصيره يعني ديال اسبوع قدر انه يكتب لي الدار في سميتي. من بعد منها حط لي داك الكونط اللي قال لي وبقى كيعطيني واحد الصالير اللي كان اكثر من ديك النفقه اللي خرجت ليه المحكمه. صافي ومن بعد طلقنا وعشت حياتي يعني كملت حياتي في ديك الدار وهو مشى في حالاته. المهم كيجي كيشوف ولادو يعني كيجي كيصون عليا كنهبط ليه ولادو كيشوفوه. المهم ان ولادو بقات عندهم ديك الصوره الزوينه على باهم. كيف ما قلت لكم انا هذيك اكثر حاجه كانت كتهمني انني ما بغيتش نخسر لولادي الصوره ديال باهم في عينيهم. واهم حاجه اللي خلاتني انني ننسى هذا الشيء اللي وقع لي هو انني قدرت انني نجيب امي تسكن معايا. وداك الشيء اللي كنت كنطمح ليه يعني ملي كنت صغيره وفاش كنت كنقرا كنت كنقول ان شاء الله حتى انا غادي ندير داري ونجيب امي ونعوضها واخا غير شويه على داك الشيء اللي دوزات واللي قاسات معايا. والحمد لله الامور تيسرات. واخا هاد الشيء راه ما كانش ساهل عليا انني نفقد داك الزوج اللي كنت مزوجه به. وفواحد الوقيته كان عزيز عليا لانه كان كيتعامل معايا مزيان. كان معايا الله يعمرها دار ما مخصصني الا انا لا الولاد. ولكن هاد الشيء اللي اكتشفت ما كانش يخليني انني نقدر نكمل معاه. وكانت هذه هي قصتي. كنتمنى ان القصه ديال نهار اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجباتكم طبعا القصه فما تنساوش انكم تخليوا لي لايك ديالكم. وكذلك الا كنتم مازال ما اشتركتوش في القناه فكنقول لكم مرحبا بكم معايا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم وفي قصه قادمه.